ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده في كذا خبر كده حصلوا في كرة القدم. الخبر الاولاني لامين يامال، ده طبعا لعيب المفروض لعيب ناشئ بيلعب في برشلونة حاليا. انا لسه ما عملتش عنه اي فيديو، بس بصراحة هو لعيب محترف كده، بيقولوا ممكن يكون خليفة ميسي الجاي ان شاء الله. لامين يامال متواجد في التشكيل الاساسي النهارده لبرشلونة امام قداش. تمام، لامين يعتبر اصغر لاعب في التاريخ، هو اصلا لسه ما تمش 16 سنة، فاضل له حبة شهور كده ويتم 16 سنة. لامين يامال اصغر لاعب في تاريخ يشارك اساسيا في مباراة بالليجا مع البارسا 16 عام. النهارده بيشارك مع البارسا تمام في التشكيل الاساسي. وبصراحة انا سجلت الفيديو لحد ما سجلتش الفيديو دوت الا بعد لما شفت اللعب بتاعه. بصراحة هو لعيب محترم وبرده كويس جدا. والنهارده تم الانتصار، يعني الحمد لله البارسا حققت اول انتصار في هذا الموسم في الليجا بثنائيه في اخر 8 دقائق، يعني هم ادانهم يلعبوا اخر 8 دقائق بس جابوا الجون، فكانت مباراه حلوه. وطبعا برشلونه في المباراه الاولى والثانيه حامل اللقب بشباك النظيفه حتى الان بعد الجوله الثانيه من الدوري. ده الخبر الاولاني. ان شاء الله هنعمل فيديو على لامين يامال وانجازاته ونشأته وكل حاجه عنه. تمام. الخبر الثاني كاسيدو، اللي هو يعتبر اغلى صفقه في تاريخ البريميوم ليج. احنا عاملين فيديو على كاسيدو، اغلى صفقه في تاريخ البريميوم ليج كلها، اللي هو لاعب تشيلسي حاليا، يتسبب في ضربه جزاء ياتي منها الهدف الثالث لويست هام. كان تشيلسي ويست هام بيلعبوا النهارده. تمام. الويست هام فاز على تشيلسي 3، فاز على تشيلسي ايه؟ فاز على تشيلسي 3-1. طبعا اوكسيدو اللي هو اغلى صفقه في تاريخ البريمير ليج تسبب في ضربه جزاء. وانزو فرنانديز اللي هو تاني اغلى صفقه في تاريخ البريمير ليج ضيع ضربه جزاء لتشيلسي امام ويست هام. يبقى الاغلى لاعب في البريمير ليج وتاني اغلى لاعب في البريمير ليج، حقيقي مش بالفلوس، والله مش بالفلوس خالص. تالت خبر رسميا اسبانيا تتوج بكاس العالم للسيدات. طبعا كانت النهارده مباراه بين اسبانيا وانجلترا الساعه 1 الظهر، كانت مباراه قويه جدا بصراحه. اسبانيا فازت 1-0 وجالهم ضربه جزاء وضيعوها. بصراحه كانت برضو حارسه انجلترا حارسه متميزه جدا يعني. فرسميا اسبانيا تتوج بكاس العالم لاول مره في تاريخها، تمام، في تاريخ اسبانيا كره القدم سيدات. تمام. الخبر الاخير السيتي طبعا يحقق فوزا صعبا امام نيوكاسل. حقيقي برضو نيوكاسل كان قدم مباراة قوية جدا ولعب دفاع ولعب بشراسة، بس السيتي طبعا السيتي هيفضل هو السيتي يعني. السيتي يحقق فوزا صعبا امام نيوكاسل بفضل تسديدة الفاريز المستحيلة بصراحة. فوز ثنائي بشباك النظيفة لكتيبة بيب جوارديولا في البريميوم ليج. فدي الاخبار بتاعت النهاردة، اتمنى تدعموا القناة. سلام.